هنكمل بقى حوارنا في موضوع التوكسوبلازما وتأثيره. تمام. هل بيقابلك أي حالات ممكن يكون فيها توكسوبلازما غير القطط؟ طبعا هي بتيجي في حالات كتير كتير قوي يا دكتور. يعني ممكن الكلاب تصاب بالتوكسوبلازما. عشان في ناس كتير مربيه كلاب. بالظبط. بس زي ما قلت لحضرتك، هو الفاينل هوست القطط بس اللي هي بتعمل شيدنج للطفيل ده في البيئه. ممكن يعني فضلات الكلاب ما تنقلش توكسوبلازما خالص. يعني لا ليه بقى السبب في الكلام ده؟ لان التوكسوبلازما لها طريقتين في التكاثر. تكاثر اسexual وسيكشوال. السيكشوال ده اللي هو بيتم في القطط، فبالتالي هي اللي بيحصل لها شيدنج او بتخرج الطفيل ده للبيئه وتبدا تعدي حيوانات ثانيه. بالنسبه للانسان بيتحوصل او بيعمل حاجه اسمها بريديزايت، بيروح يستخبى في العضلات، في الانسجه، في الدماغ، ويفضل كامن. اذا مناعتك بدات تضعف يبدا يظهر المرض. في الفئران بيحصل كده برضو، في الكلاب بيحصل كده، في الحيوانات اللي هي الخرفان، العجول اللي احنا بنستخدمها كاضاحي. يعني بيروح يعمل حاجه اسمها تيشو سيست، يستخبى في اللحمه يعمل سيست. فبالتالي احنا ممكن ناخد العدوى من الحيوانات دي بشكل غير مباشر. اذا انت اكلت لحمه مصابه، يعني مش بالضروره جدا تبقى هي القطه مظلومه معانا في الموضوع ده. مش القطه بس هي لا بالعكس ده اقل نسبه القطط. يعني واحد مثلا بيحب ياكل لحمه رير او بياكلها مش مطهيه كويس، بالظبط، دي ممكن تنقل توكسوبلازما. طبعا لان زي ما بقول لحضرتك هي بتعمل تيشو سيست، بتستخبى جوه العضلات بتاعه الحيوانات دي. العضلات دي هي اللحوم اللي احنا بناكلها. اذا احنا ما عرضناش اللحوم دي لسوى كويس او لحراره عاليه تصل ل 70 درجه، لا بتفضل موجوده.